يزال يعيش النجم اللبناني وسام الأمير فرحة نجاح عمله الأخير واللي كيحقق نسبة مشاهدات عالية. طبعا فهد وسام الأمير في لقاء خاص مع سيليبريتي نيوز خبرنا فيه عن جديده، كما تعرفنا معه عن جانب من حياته الأسرية. لما نزلت دمعاتي مش يعني مني رجال. وسام أمير أصدر العديد من الأعمال واللي لقات انتشار كبير، فكانت أغلبها باللهجة اللبنانية، إلا أنه لم ينسى أن يغني باللهجة المغربية كذلك. توتة توتة هاد البنية وطرح مؤخرا أغنية مكتوب عجبيني ولقات نجاح كبير في ظرف مدة وجيزة. مكتوب عجبيني والله خالقني. مكتوب عجبيني هي أول شيء هالأغنية بهدية لابني. أنا الأغنية عملتها خصيصا لابني وقت ولد، وهلا لحتى نزلتها، والحمد لله رب العالمين خلال أيام قليلة جمعة هي تخطت 1,000,000 مشاهدة. هذا فضل رب العالمين وفضل محبة الناس. هي من كلمات بسام قصيبي، ألحان ماهر وسائر العلي، توزيع عمار جوري. كما طرح قبلها كليب واحد شيء، واعتبرها البعض تقليد لفيديو كليب المعلم سعد المجرد، فما رد وسام على ذلك. نسيوا الغنية وراحوا على الكليب انه في شيء من سعد المجرد. لا نفترض انه في شيء من سعد المجرد، مش غلط اذا كليب نجح، مش غلط. بعدين انا يعني بالنسبة لي انا بحس انه شوي بعيد عن سعد المجرد. يعني اذا بدنا نحكي مثلا على الفرقة اللباس شفشاون، انا صورت بالمغرب، هذول اللباسهم انا ما بعرف اذا هذا اللباس يكون نفس الشيء. انا بحكي عن حالي وسام أمير، يا هل ترى هو قلد سعد المجرد؟ ونفس مثل ما بقول لك يمكن اذا قلد سعد صار نجم عالمي يعني كمان لي الشرف. علاش تعيبوا علي ويلي ويلي ويلي. وسام أمير هو زوج نجمة برنامج ستار أكاديمي خولة بن عمران، وأصدروا ديو بلاد الخير واللي لقى استحسان الجمهور، فكيف يصف علاقتهما؟ غنقولها ونغني. خولة هي مدامتي، هي اختي، هي رفيقتي، هي صاحبتي، هي فنانة. يعني مثل ما انا بس لأعمل أغنية بياخد رأيها، وهي نفس الشيء بتغني. أنا وياها مثل أصحاب، جمعنا ببيت والله كرمنا بجاد يخلي الله عنهم. وبما أنهما في نفس المجال فهل يخشى المنافسة معها؟ بالعكس أنا بنبسط لو هي تنبسط لي. يعني أنا بس أحس إنه أنا نجحت كأنها هي نجحت، ونفس اللي هو بالعكس. لوسام وخولة طفل اسمه جاد، وأغنيته الأخيرة مكتوب عجبيني كانت هدية من الأب للابن، فكيف هو شعور الأبوة لديه؟ شعور جديد، شعور بيخليك تخاف على حالك أكثر، تنتبه على الحياة أكثر، تشتغل أكثر، يعني تصير تقاوم الحياة أكثر، كله من وراء ابنك. يعني بصير أنت ما بتفكر بحالك، بتفكر إنه أنت تعمل شيء لأبنك. حبك يا روحي أغلى من روحي. أما عن اسم وسام الأمير فنجد أن هناك تشابه في الاسم مع الفنان اللبناني وسام الأمير. يعني هلا إذا بتقول أنا وسام أمير، أنا وسام أمير على الهوية، أنا وسام الأمير على الهوية. أما الملحن الأستاذ وسام الأمير مش اسمه لا وسام ولا الأمير. نحن حاولنا نعمل شوية تغيير، يعني مثلا بدون وسام الأمير عملنا وسام أمير عشان يكون بس شوية. وكل أعمالي اللي عم بعملها أنا عم تكون مصورة بكليب لحتى يبين صورة وصوت وشكل لحتى يعرفوا يفرقوا بين وسام الأمير. سألنا وسام عما إذا كانت منافسة بينه وبين الفنانين اللبنانيين رياض العمر وغازي الأمير لأنهم مقيمين مثله في المغرب. أنا الحمد لله بألف خير، أنا كتير منيح بالنسبة للباقيين. أنا عم بشتغل على حالي بشكل يعني هن صاروا مدة أطول مني، صاروا 10 سنين بالمغرب. أنا بمدة قصيرة جدا عملت النتيجة اللي هن عملوها ب10 سنين. فهل يعيش وسام الأمير في الوسط الفني المغربي مضايقات كونه فنان لبناني يغني باللهجة المغربية؟ طبعا لقيت محبة ولقيت حروب أكيد. يعني مثلا في ناس بيقولوا إنه مثلا إنه ليش اللبنانيين مثلا بيخافوا إنه يكون الضوء علينا أكثر منهم. يعني في كيف إنه مثلا بس ليعمل شيء اللبناني بيكون يعني له رهجة أكثر، مثلا خصوصا إذا غنى بالمغربي كل الناس بدها تسمع شو غنى هذا اللبناني المغربي، غير ما أن المغربي يغني بالمغربي. مثل ما هو إذا بيغني باللبناني كمان نحن باللبنان بيسلطوا الضوء عليه. أما هذه فهي الكلمات المغربية اللي تعلمها. كنت ما أفهم والو، وصرت هلا كنهدر.
بالدارجة صافي فيك يعني مثلا كي داير لاباس كل شيء لاباس خير دوي معايا مثلا كسكسو رفيسة كل شيء كان عارف. وعن جديد فهو يحضر لأغنية كول. أغنية مغربية 100% اسمها كول من كلمات محمد المغربي، ألحان توفيق المغربي، محمد رشيد علي توزيع. أغنية حتعجبكم كتير إن شاء الله قريب. خليك